ده؟ ما هو لما قدم محتوى تافه، هو كان الاول في مرحله المحتوى التافه، لقى في ناس تمام بتعمل لايك، بتعمل كومنت، وات ايفر بقى بيعملوا ايه، فبدأ يندرج واحده واحده لحد ما بقى محتوى هابط، محتوى بذيء، فيه الفاظ، فيه تحرش لفظي، مفيش معايير، مفيش اخلاق. ما هو انت برضو وصلته لده. ما هي بتبقى فتنه، وهي خطوات الشيطان. فاحنا من الاول نقطع السيركل دي، يعني من الاول ما نعملش ده اصلا. محتوى تافه اعمل له انفولو، اعمل له بلوك. انت ليه تسمح لنفسك انك تشوف حاجه تافهه؟ ما هو ده معناه ان انت مش محترم نفسك. انت يعني انت كده بينك وبين نفسك بتتفرج على حاجه بذيئه. طب ليه؟ هل انت في المستقبل تحب ابنك يكون في الوضع ده؟ يعني مثلا لو في شاب بيتفرج على بنت منهم او حاجه، هل تحب بنتك تبقى في الوضع ده؟ وكذلك لو في بنوته بتتفرج، بتحبي ده يبقى جوزك؟ يعني مش فاهمه. ما هو احنا لازم الحاجات الصغيره دي ممكن يكون انت بداتها اللي هو عادي بتسلى، عادي بضيع وقتي، عادي مش عارفه ايه. لا، هو ده مش عادي، ده مش عادي. ولما بتبدا في حاجه غلط بتجر لحد ما تبقى كارثه، بتبقى مصيبه. وده اللي هم وصلوا له. يعني هل البلوجرز دول كانوا متوقعين ولا متخيلين ان هو يتقبض عليهم والموضوع يبقى كارثي كده؟ لا. فده يعني ده بسميه